لم تكن مصر بعيدة عن أطماع أوروبا، فموقعها الجغرافي جعلها دائما في قلب الصراع بين القوى الكبرى. فمصر تقع في ملتقى طرق التجارة بين الشرق والغرب، وتتحكم في ممرات حيوية ربطت قارات العالم منذ آلاف السنين. ولهذا لم تكن مجرد بلد بعيد، بل كانت جزءا أساسيا من حسابات السياسة والاقتصاد في أوروبا. وفي فرنسا بدأ التفكير مبكرا في مصر، لا كأرض بعيدة، ولكن كمفتاح يفتح أبواب الشرق كله. فمن يسيطر على مصر يستطيع أن يتحكم في طرق التجارة المؤدية إلى الهند وشرق آسيا. ولهذا ظهرت مصر مرارا في الخطط والوثائق الفرنسية، وفي السجلات والكتابات السياسية القديمة تكررت الإشارة إلى مصر كهدف استراتيجي له أهمية كبيرة. فالتجار والقادة العسكريون كانوا يرون فيها نقطة ارتكاز، لا مجرد ولاية عثمانية ضعيفة. وفي عهد الملك لويس الرابع عشر ظهرت أولى المحاولات الفرنسية للاستيلاء على مصر، وكان ذلك في وقت كانت فيه هولندا تسيطر على جزء كبير من تجارة الشرق، وتعتمد في ذلك على مرور تجارتها عبر مصر. وقد رأت فرنسا أن ضرب المصالح الهولندية في الشرق سيكون أكثر فاعلية من الصدام المباشر في أوروبا. يقولون أن الطريق إلى الشرق بعيد، لكني أرى أن مصرا أقرب مما نتصور. ولهذا فكرت لويس الرابع عشر في الاستيلاء على مصر من أجل إضعاف التجارة الهولندية وحرمانها من هذا الطريق الحيوي. وكانت هذه المحاولة ذات طابع عسكري واضح، لكنها لم تتجاوز مرحلة التفكير والتخطيط. مصر، الاسم يتردد في كل غرفة وكل خطة وكل اجتماع. لو تحركت سفننا من هنا ووصلت إلى مصر ستفتح أبواب الشرق أمام فرنسا. انظر، هذا الطريق حول إفريقيا يلتهم الشهور، أما مصر فهي تختصر العالم. إذ لم تتوفر في ذلك الوقت الظروف التي تسمح بتنفيذ حملة عسكرية كبيرة على مصر. ومع ذلك تكشف هذه المحاولة عن إدراك مبكر لأهمية مصر في ميزان القوى الدولية. فمصر لم تكن مجرد فكرة، كل شيء جاهز والساعة اقتربت. مصر تنتظر. ومع وصول لويس الخامس عشر إلى الحكم تجددت الفكرة، ولكن بأسلوب مختلف. فقد حاولت فرنسا هذه المرة اللجوء إلى الحلول السلمية بدلاً من المواجهة العسكرية، وتقدمت بطلب إلى الدولة العثمانية تطلب فيه التنازل عن مصر مقابل مصالح سياسية أو اقتصادية. وكانت هذه المحاولة الوحيدة التي اتخذت طابعاً سلمياً بين محاولات فرنسا للاستيلاء على مصر. لكن الدولة العثمانية رفضت هذا الطلب، وظلت مصر ولاية عثمانية تابعة لها. وبذلك فشلت المحاولة الثانية دون أن تحقق شيئا على أرض الواقع. ثم عاد الطموح الفرنسي للظهور مرة أخرى في عهد الملك لويس السادس عشر. وفي هذه الفترة كانت بريطانيا قد سيطرت على طريق رأس الرجاء الصالح، وهو الطريق البحري الطويل الذي يربط أوروبا بالهند. وكان هذا الطريق يمثل عبئا كبيرا على التجارة الفرنسية، ولهذا فكرت فرنسا في إيجاد طريق أقصر وأسهل إلى الشرق، ورأت أن المرور عبر مصر هو الحل الأمثل بدلا من الدوران حول قارة أفريقيا. فمصر كانت أقرب وأوفر وأسرع للوصول إلى الهند وشرق آسيا. وقد تشابهت دوافع لويس السادس عشر مع ما سيفعله نابليون بونابرت لاحقا، إلا أن هذه المحاولة بقيت أيضا حبيسة التخطيط ولم تتحول إلى حملة عسكرية فعلية. ومن هنا نلاحظ أن فرنسا حاولت الاستيلاء على مصر 3 مرات قبل الحرب الفرنسية. المحاولتان الأولى والثالثة كانتا ذات طابع عسكري، أما المحاولة الثانية فكانت محاولة سلمية. ومع اختلاف الأساليب ظلت الدوافع واحدة، فجميع المحاولات كانت ذات دوافع سياسية واقتصادية، ولم تكن لها دوافع دينية كما كان الحال في الحروب الصليبية. 3 ملوك و3 محاولات، لكن النتيجة كانت واحدة.
فشلت المحاولات جميعها، لكن فكرة الاستيلاء على مصر لم تختفي، بل ظلت حاضرة في العقل السياسي والعسكري الفرنسي. ومع فشل الملوك في تنفيذ هذه الفكرة، انتقلت من القصور الملكية إلى عقول القادة العسكريين، وهنا بدأت الفكرة تأخذ شكلاً أكثر واقعية، خاصة مع تغير الأوضاع في فرنسا بعد الثورة الفرنسية. ومن هذه الظروف الجديدة سيظهر اسم نابليون بونابرت، الذي سيحول ما فشل فيه الملوك إلى حملة عسكرية حقيقية. ومن هنا تبدأ المرحلة التالية من القصة التي ستغير تاريخ مصر والمنطقة بأكملها.